أخطر فرقة في القرن ال11. الكتب والمؤرخين قالوا عليهم أكتر تنظيم دموي في التاريخ العربي. مجموعة من أخطر وأرعب الفدائيين في التاريخ، متخصصين في الاغتيالات، مؤمنين بفكرة واحدة بس، ولائهم الأكبر لشخص واحد بس. ولاء قلعة ألموت الوحيد سيدها. أنا صاحب مفتاح الجنة. بيتقال عليه شيخ الجبل، أو زي ما الفريق بتاعه بيقول عليه صاحب مفتاح الجنة. ومش أي جنة، جنة معمولة بس ليهم، وعشان تدخلها لازم تخلص على أي حد واقف في طريقك من غير تفكير أو تردد أو شفقة. أيوة، دي فرقة الحشاشين. فيا ترى هم مين؟ وإيه حكاية الجنة بتاعتهم؟ والأهم من ده كله، مين الشخص اللي مخطط لكل ده وعنده القدرة على غسل دماغ أي شخص في ثواني؟ وده اللي هنعرفه في الفيديو بتاع النهاردة. يلا بينا. قبل ما نتكلم عن حكاية الحشاشين لازم نعرف يعني ايه حشاشين، وتسموا كده ازاي وليه. فكرة الاسم ده اختلف عليها مؤرخين كتير، في اللي قال انهم اتسموا كده بسبب نبات مخدر بياخدوه قبل المهمات اللي بيعملوها، وفي اللي قال انهم اتسموا بالحساسان نسبة لزعيمهم حسن الصباح، واتحرفت بعد كده للحشاشين. وفي اللي قال ان الاسم اصلا اجنبي وهو اساسنز يعني القتلة، ومع مرور الوقت اتحرف للحشاشين. وعموما الاسم ده طلع عليهم من رسائل وكتب الخليفة الفاطمي الآمر بأحكام الله، ومن رسائل السلاجقة للإسماعيليين. الحكاية بتبدأ مع شخص اسمه حسن الصباح، اتولد في مدينة قم في إيران، وبعدها اتبع المذهب الإسماعيلي لما سافر مصر، وخد على نفسه مسؤولية نشر المذهب الإسماعيلي في مسقط رأسه اللي هي بلاد فارس أو إيران في الوقت الحالي. حسن الصباح كان شايف إن كل الناس لازم تتبع المذهب بتاعه، وإن ده طريق الخلاص، واللي مش هيتبعه يبقى كافر وملوش تمن. بس مهمته ما كانتش بالسهولة دي، بسبب الصراعات اللي كانت بين نزار ابن المستنصر اللي حسن الصباح واحد من مؤيدينه، والمستعلي بالله ابن المستنصر ولاد القائد المستنصر بالله، على حقيقة كل واحد فيهم في الحكم. واللي صعب الموضوع أكتر وزود الفجوة بينهم تنصيب المستعلي بالله بعد موت والده على طول. وبعدها رجع حسن الصباح لبلاد فارس وبدأ يتكلم وينشر المذهب بتاعه، بس كان ضمن مشكلتين كبار اللي هم اختلاف العقائد والدولة السلجوقية ألد أعدائه اللي كانت حاكمة إيران وقتها. بس ده موقفش حسن الصباح وفضل مكمل طريقه، ولما عدد الأفراد اللي معاه زاد بشكل كبير، وده راجع لطريقة حسن الصباح السحرية في الكلام والإقناع اللي تخلي أي حد يصدقه ويمشي وراه من غير أي تفكير. قرر ياخد مكان عشان يبقى مركز ليهم ولدولتهم الجديدة، والمكان ده قلعة اسمها قلعة ألموت يعني بيت النسر. والقلعة دي مميزة جدا بقوة بنيانها، ومكانها اللي على جبل طوله أكتر من 2800 متر، وملهاش غير مدخل ومخرج واحد ضيق بيبص على وادي كبير شديد الانحدار. ده غير ان القلعة كان فيها ناس، فدخل حسن الصباح هو ورجالته متخفيين وفضلوا فيها فترة قصيرة، وبعدها خدوها بالعافية من صاحب القلعة، وفي المقابل ادوه 3000 قطعة ذهبية. وبكده بقى حسن الصباح شيخ الجبل، وفضل فيها لحد ما مات يعني حوالي 35 سنة. ونيجي لأهم جزء في الحكاية، جنود الصباح كانوا قمة في الإخلاص ليه والأفكاره، لدرجة استعدادهم للموت لو حد منهم اتكلم أو اتحبس، وده راجع لإيمانهم الشديد بيه وباللي شافوه في قلعة ألموت. وعشان ده يحصل كان بيعمل اللي هقولكوا عليه دلوقتي، كان بيجيب مجموعة من رجالته ويديهم نبات اسمه القنب الهندي، تقريبا شبيه نبات الحشيش دلوقتي، ولما يشربوه يدخلوا في غيبوبة، فياخدهم في سرداب حفر تحت القلعة ويوديهم على مكان هو اللي عامله، مكان واسع مليان شجر وورود ومساحات خضراء كبيرة فيها أنهار عسل وأنهار لبن وأجد أنواع الفاكهة والمشروبات، وكمان مجموعة من أجمل الجواري مدربين على كل أنواع الرقص والموسيقى. ويفضل رجالته موجودة في المكان ده 7 أيام لحد ما يديهم تاني نبات القنب ويخرجهم بره. وطبعا بعد اللي رجالته شافوه بقى عندهم استعداد يعملوا اي حاجة عشان يرجعوا المكان ده تاني، وعشان كده سموه صاحب مفتاح الجنة. وابتدى نشاطهم من اللحظة دي باغتيال عدد من ابرز الشخصيات القيادية وقتها، زي الوزير السلجوقي نظام الملك عز اصحاب حسن الصباح، والسلطان السلجوقي ملك شام، والخليفة الفاطمي الآمر بأحكام الله، والخليفة العباسي المسترشد، وملك بيت المقدس كونر إد. وكمان حاول يغتالوا صلاح الدين الأيوبي أكتر من مرة بس معرفوش. وفضلت مجموعة الحشاشين تكبر أكتر وأكتر، وبالتحديد في بلاد فارس والشام، وبقت اسم يرعب ويهز أي حد يفكر يقف قصاده، ومحدش عارف يهزمه. وده لقدرتهم العجيبة في اختراق صفوف العدو سواء بالسيف أو بالحرب النفسية،
الطريقة اللي كانت بتكسح وتلخبط أي حد في أفكاره وأهدافه. بس جه اليوم اللي اتهزموا فيه، وكان موتهم على ايد المغول اللي فضلوا محاصرين قلعة ألموت 3 سنين لحد ما دخلوها وحرقوا كل حاجة فيها، وكمان خسروا سلطنتهم في الشام بعد حرب طويلة مع ظاهر بيبرس. وبكده تخلص حكاية واحدة من أشهر الحكاوي في التاريخ العربي وفي العالم كله. حكاية كانت معيشة كل الناس في رعب لمدة 3 قرون كاملين من شخص حب يعمل دولة لنفسه، ومجموعة كان عندها استعداد تعمل اللي مفيش بشر يصدقه من قتل وحرق وتشتيت في سبيل جنة كانت على الأرض، بس محدش دخلها غير الحشاشين. مجموعة سابت تاريخ وبصمة في العالم بإيد شخص قمة في المكر والتطرف، وهو حسن الصباح، صاحب مفتاح الجنة. سمعت صوت